تعالوا النهاردة أخدكم في جولة في مدينة السويس الباسلة، ونروح أشهر المعالم السياحية في السويس، قصر محمد علي اللي موجود على الكورنيش القديم، أو زي ما السويسة الأصليين بيقولوا عليها منطقة الخور. القصر ده اتبنى في الفترة ما بين 1809 و 1812، مكون من دورين وفيه 74 غرفة على الطراز التركي، وفيه قبة في أعلى القصر هي موجودة لحد دلوقتي، لأن مع الأسف اختفت الملامح الفنية والمعمارية للقصر مع مرور الزمن، ومفضلش غير القبة اللي موجودة. محمد علي قرر أن يبني القصر ده لهدفين أساسيين. الهدف الأول هو أن هو يبني الأسطول البحري اللي هيتجه للحجاز للقضاء على الدعوة الوهابية، الحملة اللي ابتدى التخطيط ليها من سنة 1810. والهدف التاني إن هو قرر ينشئ أول ترسانة بحرية، فكان محتاج يكون ليه مقر في السويس عشان يقدر يكون مشرف على هذه الإنجازات. وبالمناسبة السويس هي أول مدينة استقلت إداريا في عهد محمد علي وسميت محافظة، وكان المسؤول عنها بيسمى محافظ، والمسؤول ده بيكون رجل من رجال الجيش التابعين لجيش محمد علي، وده لأن السويس منطقة حدودية وليها أهمية كبيرة في حياة مصر والمصريين. القصر ما توقفش استخدامه فقط في فترة محمد علي، ولكن في عهد سعيد باشا استخدم القصر لمتابعة أعمال الحفر في قناة السويس. وفي عهد إبراهيم باشا سنة 1868 تم تخصيص جزء من القصر ليكون أقدم محكمة شرعية في مصر أثناء الحكم العثماني، ولسه لوحتها موجودة لحد دلوقتي. وفي عهد إسماعيل باشا تم استخدام القصر ليكون مقر للزوار أثناء افتتاح قناة السويس سنة 1869. وبعد ثورة 52 اتحول القصر ليكون ديوان عام المحافظة، واستمر الوضع لسنة 1958. وفي سنة 1962 ابتدى يكون للقصر دور تاني، فتم تقسيمه إلى الدور الأرضي إدارة المرور واسم السويس والمحكمة الشرعية، والدور التاني كان لاسم السويس والمباحث الجنائية. قصر محمد علي شاهد عيان من الكورنيش القديم على زمن لن يموت.